برنامج الحكومة رسم صورة واضحة عن الوضع الراهن في إطار من المصارحة لما نواجهه من تحديات. وكما رأيتم فإن التحديات جلية والصعاب كثيرة والمشاكل عميقة، ولكن ليس من بين هذه التحديات ما يعجزنا أو يعوقنا عن مواجهتها، والمضي قدما إن أخلصنا الجهد ووثقنا العهد بأن نعمل لله وللوطن. الأستاذ الدكتور رئيس المجلس، السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر، قبل التطرق لأهم ملامح هذا البرنامج والذي ستجدون تفاصيله في الوثيقة التي بين أيديكم، برنامج العمل التفصيلي تم توزيعه على حضراتكم صباح اليوم، وإن شاء الله هو متضمن كل ما سيتم استعراضه في بيان الحكومة. قبل التطرق لأهم ملامح هذا البرنامج والذي ستجدون تفاصيله في الوثيقة التي بين أيديكم، أود تأكيد عدد من المبادئ الأساسية التي تحكم برنامج عمل الحكومة، والتي تتمثل فيما يلي. أولا، أننا بإذن الله جادون في عملية الإصلاح على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية، وأننا سوف نتعاون وننسق ونعمل عن قرب مع مجلس النواب لتحقيق ذلك. ثانيا، المشاكل والتحديات كبيرة وضخمة، ولكننا عازمون على اتباع المنهج العلمي السليم في مواجهتها وتبني أفكارا جديدة، وسيكون علينا اتخاذ عديد من القرارات الصعبة والتي طالما تم تأجيلها إلى أن وصلنا اليوم إلى ما نحن عليه، وأصبح اتخاذ هذه القرارات حتميا حتى نخطو إلى مستقبل أفضل. ثالثا، أي إجراء اقتصادي سوف تصاحبه برامج للحماية الاجتماعية بالقدر المناسب، كما أن أي برنامج اجتماعي لن يتم إلا بتوافر الموارد لتمويله بما يضمن استدامته واستمرار استفادة المستهدفين منه. رابعا، لن نتهاون مع الفساد، وسنعمل يدا بيد مع مجلسكم الموقر ومع الأجهزة الرقابية كافة لمكافحة أشكال الفساد. خامسا، أهدافنا محددة وواضحة يسهل متابعتها وتقييم مدى التقدم المحرز في تحقيقها بما يعزز من قيم الحوكمة والشفافية والمساءلة. سادسا، سنعمل مع القطاع الخاص وسنعالج البيروقراطية، وسنبدأ في إعادة بناء الجهاز الإداري للدولة على أسس من الكفاءة والنزاهة والفعالية. سابعا وأخيرا، فإن رضاء المواطن وصالحه هما قلب برنامج الحكومة، وبالتالي ستحظى الموضوعات التي تهم المواطن كالتعليم والصحة والإسكان والصرف الصحي وغيرها بأولوية مطلقة. ولكن أيضا علينا أن نعي أن هذا الإصلاح يحتاج إلى استثمارات ضخمة وبرنامج زمني متوسط المدى تظهر فيه النتائج الإيجابية التي ننتظرها جميعا. نواب شعب مصر العظيم، شرعت